السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي في اللي عاملين ايه، كل سنة وانتم طيبين، يا رب دايما تكونوا بخير. حبيت احكي لكم عن تجربة جميلة قوي، 3 ايام في الجنة. 3 ايام في الجنة، كله يستغرب، ايوه 3 ايام في الجنة. سبحان الله. إيه لما تخرجي كده وتسيبي كل شيء انت بتملكيه، ولادك وبيتك ومسؤولياتك وكل حاجة، وتسيبي ده كله، سبحان الله، تخرجي في سبيل الله 3 ايام. انت بس مش مطلوب منك غير ان انت تكوني اللي هو ايه، تصلي وتذكري ربنا سبحانه وتعالى، وتعملي السنن الرواتب، وسبحان الله تسمعي بيان وتسمعي، يعني سبحان الله، صفات الصحابة رضوان الله عليهم، تسمعي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتطبقي ده سبحان الله في حياتك. هتحسي من جواكي ان انت عارفة اللي هو ايه، فعلا 3 ايام في الجنة. سبحان الله. لما تروحي كده تخرجي ال3 ايام وتحسي ان انت سبحان الله في ذكر، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا انا بذكر ربنا سبحانه وتعالى، لا ده انا كمان يعني مفوتش فرض مش في وقته، لا ده انا كل الصلاة بصليها على وقتها. لا وكمان ايه، ده انا بقوم بصحى لقيام الليل، لا ده انا كمان بقوم لصلاة الفجر في وقتها. وده كله وانا مش متضايقه ولا حاسه باي ضغوط. سبحان الله. حتى ولادي كده في امانه ربنا سبحانه وتعالى وانا سايباهم، سبحان الله، بحس ان انا كده. وكل ال3 ايام دول مع سبحان الله، اللي خرجت في سبيل الله تعرف كلامي ده، او اللي ما خرجتش اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يكتبها لكم، لانها والله سبحان الله جميله جدا. بتتكلمي في ايه؟ بتتكلمي عن الصفات بتاع الصحابه رضي الله عليهم. إن الله عز وجل حكيم أعز صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بصفات الخير والإيمان. بنذكر منها 6 صفات، لو أتوا فينا لسهلت علينا أمور الدنيا والدين والآخرة. الصفة الأولى اليقين على أن لا إله إلا الله وحسن اتباع النبي. الصفة الثانية الصلاة ذات الخشوع والخضوع لله عز وجل. الصفة الثالثة العلم مع الذكر. الصفة الرابعة الإكرام وحسن الخلق. الصفة الخامسة تصحيح النية وإخلاصها لله عز وجل. الصفة الستة الدعوة إلى الله وبذل الجهد لدين الله والخروج في سبيل الله. طيب هنتكلم النهاردة عن اليقين، أجمل صفة. سبحان الله. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. سبحان الله. وتوكل على الحي الذي لا يموت. وآيات كتير في التوكل واليقين. حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وسبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك برضو إيه، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. بمعنى ان الطير سبحان الله بيبقى كل يوم متوكل على ربنا سبحانه وتعالى وبيطير ومعدته خاوية مفيش فيها اي طعام. سبحان الله بيرجع اخر اليوم مليانة معدته، سبحان الله، من ايه، من التوكل على ربنا سبحانه وتعالى. بيبقى مش متوكل على مكان او اي يعني حد معين ان هو ده اللي هيأكله، لا انا بتوكل على ربنا سبحانه وتعالى. فده حديث بيوضح لنا الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ان احنا لو يقينا وتوكلنا على ربنا سبحانه وتعالى مش على الاسباب، سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى هيرزقنا وهيكفينا وهيغنينا وكل شيء، لان كل شيء بإيد ربنا سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم آه بيوضح لنا ان احنا سبحان الله نعتمد على رب الاسباب مش الاسباب. ومقصد اليقين ايه بقى، ان انا اخرج اليقين الفاسد من قلبي وادخال اليقين السليم على رب الاسباب، على ربنا سبحانه وتعالى. اللي هو ازاي؟ اللي هو انا مثلا لو انا ابني تعب ما اروحش اقول الدكتور ده شاطر هو اللي كان على ايده الشفاء. شوفي الكلمه بسيطه ازاي، وممكن يكون اغلبنا قالها. لا بس انا لما اقول انا الدكتور ده ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب في شفاء ابني، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي جعله سبب لشفاء ابني، لأن الدكتور والعلاج وكل شيء أسباب من أسباب ربنا سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى قادر إن هو يشفي ابنك زي ما أرسل المرض، سبحان الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى اللي بإيده كل شيء. ان برضو لما الآية نزلت علينا في القرآن كده اللي هي كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لا بناكل ونشرب علشان ايه؟ ممكن واحد يقول لك عشان اعيش، انا لو ما اكلتش وشربت هموت. لا طبعا مش هتموتي، مين اللي قال ان انت هتموتي؟ كانوا اهل الكهف ماتوا ان هم ايه، ناموا سبحان الله كام سنة وما ماتوش. ما ماتوش، لا وما كانوش بقى بياكلوا ولا بيشربوا.
فده معناه ان الاكل والشرب مش هو اللي بيحيي ولا هو اللي بيميت، لا سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى اللي بيحيي ويميت. بمعنى برضو ان انا اتوكل على ربنا سبحانه وتعالى، باكل امتثال لاوامر ربنا سبحانه وتعالى، لان ربنا سبحانه وتعالى قال لي كلي واشربي ولا تسرفي. مش باكل عشان اعيش، لا، لان السبب ان انا اعيش او اموت في ايد ربنا سبحانه وتعالى. حديث برضه عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه فيما معناه، يا ابن ادم، اعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله لك. لأن ربنا سبحانه وتعالى محدش يقدر يأذيك أو يعمل فيك أي شيء غير بأمر ربنا سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله قصة الغلام، قصة أصحاب الأخدود، اللي هو الغلام لما كان يعني الساحر اللي هو الساحر بتاع الملك عاوز حد يعلمه السحر وكده، فقالوا له هاتوا غلام صغير. فكان الغلام ده وهو رايح للساحر كان بيلاقي العابد قاعد بيعبد ربنا سبحانه وتعالى، فكان بيدخل يتعلم من العابد وبعدين يروح للساحر وبعدين يرجع لبيته. فسبحان الله الطفل ده اتعلم من العابد ده، اتعلم تعليم دينه كويس وكده. فسبحان الله لما عرفوا ان الطفل ده بقى يعني اتعلم الدين واتعلم ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي في ايده كل شيء، وسبحان الله بقى عنده علم. لما علم بيه الملك ده ان هو بيدعي الناس لعبادة ربنا سبحانه وتعالى وبيبلغ كلام العابد ده، فأمر بقتله. فسبحان الله يقول له تشهد ان مين اللي بيرزقكم ومين اللي بيديلكم الفلوس ومين هو الإلهكم؟ قال له ربنا سبحانه وتعالى، ربي وربك والله، ربنا ربي وربك ربنا سبحانه وتعالى. فسبحان الله الطفل ده الملك ده امر جنوده ان هم ياخدوه يموتوه، فحاول بشتى الطرق ان هو يقتل الغلام ده، وكل مرة كان بيفشل. كان كل ما ياخدوه يروحوا يقتلوه بطريقة او بالتانية، سبحان الله يقول ايه اللهم اكفينيهم بما شئت، فيروحوا واقعين الجنود ويرجع هو تاني للملك. فكم مرة يروح ويرجع، فسبحان الله يموت ازاي الغلام ده؟ يقول له عايز تقتلني؟ قال له اه. قال له قول بسم الله رب الغلام وصوب السهم عليا وانا هموت. الملك وهو بيعمل كده ما كانش متوقع ابدا ان انا اللي انا بعمله ده هيخلي كل جنودي وكل الناس اللي بيتبعوني هيأمنوا بالغلام ده. هو بيقولها عشان عايز يخلص من الغلام اللي بيدعو لحد غيره كده. فراح قايل بسم الله رب الغلام وراح اطلق السهم، فسبحان الله الغلام اتقتل. بس لما قال ايه بسم الله، الطفل ده قبل ما يموت ادى للناس كلها درس ان انا ما متش غير بامر الله، غير باسم الله، ما متش باي طريقه او بالتانية، لان ربنا سبحانه وتعالى كان حافظني في كل مره. فعلم الملك وقال له ان انت عشان تقتلني لازم تقول بسم الله. فدي حاجه توضح لنا ايه ان كل حاجه بايد ربنا سبحانه وتعالى مش بايد عبد. فسبحان الله القرية كلها قالت ايه آمنا برب الغلام، كلنا آمنا برب الغلام. فسبحان الله غلام شوفوا اتسبب في هداية كام شخص، من يقينه على ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حافظه وهو اللي حاميه وهو اللي هينجده من ايد الاشرار دول. بس سبحان الله وهب نفسه كده، قال ايه عشان خاطر الناس دي كلها تآمن انا اموت عادي. فسبحان الله ده حاجة تعلمنا ان ربنا سبحانه وتعالى بايده كل شيء. فبلاش ان احنا نتوكل على الاسباب ونتوكل على رب الاسباب. انت مهما كانت الانسان اللي قدامك ده عزيز عليك وبيحبك وكده، بس انت لما تيجي تطلب منه سبحان الله هيمل مهما كان معزته. انما ربنا سبحانه وتعالى ما بيملش من عبد ابدا، لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا، هو ارحم بينا واحن علينا من ابونا وامنا سبحان الله، من احن حد علينا سبحان الله. فانت سبحان الله لما تطلبي منه ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد اللحوح. اطلب وصلي ركعتين قيام الليل واطلب ما بينك وبين ربنا، مفيش ما بينكم حجب، مفيش ما بينكم اي حد. اطلب من ربنا سبحانه وتعالى اللي انت بتتمناه وقول يا رب، وربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يحقق لك اللي انت بتتمناه، بس يحققه لك لو هو خير ليك. انما لو شر ربنا سبحانه وتعالى يبعده عنك. فسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ادعوني استجب لكم، هو اللي بيأمرنا ان احنا ندعيه. والصلة الوحيدة اللي ما بين العبد وربه اللي هي الصلاة، ان احنا مثلا لو احنا عايزين نكلم ربنا سبحانه وتعالى هنصلي، علشان دي الطريق الوحيد اللي احنا هنوصل بيه ربنا، هو الصلاة.
هو سبحان الله ربنا معانا في كل وقت، بس انا دلوقتي عايزه ادخل في ركعتين مع ربنا سبحانه وتعالى، وبعيد عن كل الدنيا وتارك كل شيء ورا ظهري ومع ربنا بس، وبطلب منه اللي انا عاوزه. طب انا عايزه بقى ربنا هو اللي يكلمني، اقرا القران، لان القران ده كلها رساله من ربنا سبحانه وتعالى لينا، ارسلها لنا عن طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو اللي بلغنا الرساله بتاعت ربنا سبحانه وتعالى لينا. ربنا سبحانه وتعالى قال فينا في حقنا ايه، كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني قال علينا خير أمة. أمة مين؟ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى اصطفانا عن العالمين سبحان الله، عن كل الأمم. ربنا سبحانه وتعالى اصطفانا وقال علينا خير أمة. فاحنا ربنا سبحانه وتعالى ان ايه، نبلغ عنه، نبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو حديث ولو آية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، ولو حديث، ولو أي شيء بسيط ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجعله سبب ليك لبعد كام سنة قدام. سبحان الله لما انت تعلم حد حاجة وسبحان الله يتعلمها منك وهو يبلغها، سبحان الله ده كله في ميزان حسناتك. سبحان الله كل يعني سبحان الله لما انت تموت عملك ينقطع الا من ايه، صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. وسبحان الله الا اضمنه اللي هو العلم اللي ينتفع به، ان انا اعلم حد علم. دي ابسط الاشياء، ان انا اتعلم واعلم. سبحان الله اعرف الناس اللي انا عرفته، انقل عن لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بكده. احنا ربنا سبحانه وتعالى امرنا بكده. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه في كتابه العزيز سبحان الله، وادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالدعوة. فسبحان الله اللي يعرف اي شيء ولو بسيط يبلغه عن لسان غيره. والله العظيم ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا ويجعلكم سبب في هداية ناس كتير. يعني سبحان الله ممكن فيديو زي ده حد يشوفه او حد يقوله، يذكر بس يقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، يصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، تنكتب لنا حسنة وتنكتب لغيرنا حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وربنا سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. ربنا يا رب ينفعني وإياكم، وجزاكم الله كل خير.